السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أخواتي. اليوم راح نشارك معكم هذه الوصفة تاع المسكوتشو اللي ناجحة مليار بالمية. اللي ما ينجحهاش المسكوتشو نقول لك هذه الوصفة جربيها وعينيك مغمضين. هذه المسكوتشو تجي بزاف بزاف خفيفة وتجي شغل رانا مشربينها وهي ما شربناها ما والو. قد ما شكرت فيها هاد المسكوتشو ما راحش نعطيها حقها. كي تجربوها وتنجح معاكم راح تعرفوا على واش راني نهضر. نبداو بسم الله. هنايا عندي 3 حبات تاع البيض اللي يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، نديرهم دائما ديك الرشة تاع الملح. هنايا عندي كاس تاع السكر، كاس تاع الزيت، كاس تاع الحليب، عندي 2 تاع لافاني، كلش نديروه مع بعض. هنايا تجيبوا الباتير تخلطوا مليح مليح حتى يذوب هذاك السكر. هذا هو السر باش تجيكم المسكوتشو تاعكم خفيفه خفيفه، ما تجيكمش معجنه وتجي بنينه وكاع. هنايا راني خلط فيها. هنا اللي ما عندهاش الباتير تخلط بالاشوار، اللي ما عندهاش الاشوار تخلط بالروبو تاع الجي. المهم ما تخلطوهاش غير بيديكم. هنايا باش تجي معاكم خفيفه وكيما راني تجي معاكم كيما راكم تشوفوا فيها في الفيديو. لازم تخلطوها بالباتر ولا بالاشوار ولا بالروبو تاع الجي، واحد من هادو 3. كيما قلت لكم تخلطوها مليح حتى يذوب هذاك السكر كيما راكم تشوفوا. هنايا ما حبستش الفيديو باش تشوفوا كامل الخطوات. هنايا الكاس اللي عبرت به السكر والزيت والحليب نعبروا به الفارينه. هنا راح ندير 2 كيسان تاع الفارينه ونغربلوها كيما هاك باش تجينا مهويه وتجي المسكوتشو تاعنا يجي خفيف. هنايا راني ضفت الكاس الثاني تاع الفارينه. وهنايا درت 2 اكياس تاع خميره كيميائيه تاني هما غربلتهم. وهنا نجيب مغرف وندخل هذيك الفارينه باش كي ندير الباتير ونبدا نخلط ما طيرليش هذيك الفارينه وتسخط لي كلش. ونعاود راح نرجع نخلط بالباتير. هنايا راح نخلط بالباتير حتى تدخل لي هذيك الفارينه مع المكونات الاخرى. نخلطو مليح. هذا هو سر نجاح المسكوتشو باش يجيكم خفيف. خلطوه مليح. هنايا جبت المول تاعي هذا اللي راح ندير فيه تقريبا 30 على 24 سنتيم. درت له شويه تاع الزيت شويه تاع الفارينه دهنته وراني نفرغ في هذاك الخليط تاعي. والفور راني مشعلاته دائما. كي نبدا نخدم نشعل الفور قبل ما نبدا نخدم في المسكوتشو تاعي. الفور تاعي راني مشعلاته. هنايا خبطوا المول تاعكم باش يخرج كامل هذاك الهواء الزايد والمسكوتشو تاعكم يجيكم في سمك واحد ماشي جهه طالعه وجهه هابطه. هنايا بعد ما طابت لي كما راكم تشوفوا وخليتها بردت درك جبت المعجون تاع الكوفيتير ونزينها من الفوق كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. والتزيين دائما يبقى اختياري. ديروا هنا شوكولا ولا تقدموها كما راهي عادي ولا ديروا المعجون كما درت انايا. التزيين دائما يبقى حسب الموجود ويبقى اختياري. وهنا درت شويه تاع البسكوي من الفوق. ما كانش عندي الكاوكاو ما كان عندي والو. زينتها تزيين بسيط. وهنايا راح نجيب الاخر عفوا الخدمي تاع المنشار باش نقطعو المسكوتشو تاعنا.
نقطعوها بالشكل اللي بغيتو. هنايا سمحوا لي على هذاك الذبان، رانا كارثه كارثه هنا في الصحراء، حنا عندنا تمر كيطاب صبت عليه النوب، والذبان راه داير فينا حاله، ما نفع معاه حتى دواء اللي درنا له ما نفعش. هنايا اعذروني معذره. هنايا راح نجبد معاكم قطعه باش تشوفوها كيفاش جات. قلت لكم تجي خفيفه وتجي ما شاء الله، تجي تقول رانا مشربينها وهي ما شربناها ما والو. شوفوا كيفاش خفيفه، ما معجنه ما والو. راح نزيد معاكم القطعه الثانيه. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله، والبنه ما نحكي لكمش. شوفوا كيفاش خفيفه. هنايا راح نقسم معاكم الحبه باش تشوفوها كيفاش دايره من الداخل. هنايا ما بقى لي غير نقول لكم جربوها وان شاء الله تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.